أكيد يعني نقطة مهمة اللي هي تكيس المبايض عند النساء. تكيس المبايض مربوط كما قلنا في معظم الحالات بمقاومة الأنسولين وبأعراض أخرى يحسوها نساء مع مقاومة الأنسولين، مثل كما قلنا زيادة الشعر في الجسم، وجود مشاكل السواد في مناطق معينة مثل الرقبة كما قلنا والإبطين، وزيادة أيضا في الوزن، حتى تساقط في الشعر، ظهور لحبوب وبثور في الوجه. نعم. يظهروا كامل هذه الأعراض ولا البعض منهم هو يعني حسب كل مريضة كيفاش، يعني كما قلنا كاين تكيس مبايض بدون مقاومة أنسولين، لكن معظم الحالات تكون مرفوقة بمقاومة الأنسولين. وأكيد طبعا في حالات معينة نلجأ لإعطاء أدوية حتى طبعا المريض كما نقولوا ما يلحقش الانيتا دو بري ديابيت ومن ثم الى ديابيت، لانه قلنا الموضوع يحتاج لاشهر وسنوات. يعني اللي عنده مقاومه انسولين يعني اذا ما انتبهش لروحه وقعد في هذا المنوال على اشهر وعلى سنوات سترتفع بالعقل نسبه السكر في الدم حتى يصبح ديابيتيك. نعم. والأعراض الجلدية اللي يكون خلتها مقاومة الأنسولين هل تعالج عندها حل مع نفس النظام ولا عندها حل آخر؟ نعم عندها حل. الحل أول شيء نقص الوزن، نعلموا المريض كيفاش يأكل، نعلموه يعني كيفاش المواد اللي يحبذها والغذاء اللي يكون محبذ والغذاء اللي يكون من المفضل إنه يبتعد عنه، إنه نعلموه إنه يأكل في الوقت، إنه مثلا ما يكونش العشاء تاعه طاغ في الليل، يعني يتعشى كما نصيبوا ناس يتعشوا على 11 تاع الليل، او الصبح يتعشى على 7 ومن بعد يزيد على 10 ومن بعد يزيد على 11. لو غرينيوتاج كل هذا حتى يعني النوم نعم النوم يتأثر يعني اكل السكر بزاف في الليل راح يأثر على لا كاليتي تاع لو سوم. اما علاج الجلد هل كاين مراحل علاج الجلد طبعا كما قلنا الزوائد اللحميه تزال باجهزه معينه عندنا في العياده. ممكن ايضا ان اذا كانت صغيره جدا نعطوا كريمات، نوصفوا كريمات تحتوي على فيتامين A. بالنسبه للتصبغات هذه كان اذا عالجنا مقاومه الانسولين راح تتحسن، وهناك ايضا كريمات للتبييض ويعني اجراءات في العياده، اجراءات معينه تساعد على الوقايه.